بقولك ايه؟ عايزين النهارده نتكلم عن الفراق. يا ترى في الفراق مين بيتأثر اكتر من التاني؟ لما بيبقى شخص في قلب علاقة ومرتبط ببني آدمة، وجاء الوقت اللي اضطرتهم الظروف ان هم ينفصلوا عن بعض او يسيبوا بعض، مين اكتر بيتأثر؟ هل البنت هي اللي بتتدمر وقت انهاء العلاقة، ولا الولد اللي بيتدمر وقت انهاء العلاقة؟ الدراسات دايما بتقول انه البنت بتعرف تعبر عن مشاعرها كويس قوي، فوقت الفراق بتلاقيها بتنهار وبتتدمر، وبتبقى مش مستوعبة الحالة اللي هي فيها، وبتبقى في حالة صدمة، وممكن تقعد بالشهور في قلب اوضتها حابسه نفسها، وبس عماله تعيط، عماله تفتكر الذكريات وتفتكر كل المواقف اللي مرت بيها في العلاقه دي، من كلام، من ذكريات، من اماكن، من حب، من مشاعر، من كل لحظه وكل مكان بتروحه بتفتكر فيه البني ادم ده. الصدمه عندها بتبقى قويه جدا جدا لدرجه انها ما بتستوعبهاش، وكل اللي بيجي عليها انه مخها مقفول، عمال يسترجع في شريط ذكريات ودموع عماله بتصح فيها. لكن الولد في البدايه بيبقى شايف نفسه ان هو قوي جدا، لدرجة ان هو اللي ممكن ياخد القرار في انهاء العلاقة ويقول خلاص ستوب، انا مش قادر اكمل ومش هستحمل اكتر من كده. في اللحظة دي هو بيبقى قوي وقوي جدا كمان، وبيبقى فعلا حاسس من جوه ان هو قد القرار اللي خده، ويمكن كمان يبقى عنده القدرة الجبار ان هو يدخل في علاقة واتنين وتلاتة علشان خاطر يقدر ينسى ويكمل. لكن دي بتبقى حالة مؤقتة علشان خاطر يطلع من الإحساس اللي هو كان عايشه، خاصة لما يبقى مرتبط عاطفيا فعلا بالبني آدمة دي، وبيقضي معاها وقت طويل وبيشاركوا بعض حياتهم وتفاصيل حياتهم خلال اليوم. ففي الفترة دي هو ما بتجيلوش الصدمة، لأن هو بيحاول يشغل نفسه، بيطلع من الموضوع بكافة الطرق، بيدخل في علاقة واتنين وتلاتة، جامد نقول ايه، ما علينا. بعد ما بيعمل كل الحاجات دي بيرجع برضو يلاقي ان هو ما اشبعش الاحتياج اللي كان عنده، بيلاقي انه في حاجة مش مظبوطة، وان هو من جوه مش مرتاح، وان كل اللي بيعمله ده مجرد تضييع وقت لا اكتر ولا اقل، وانه ما فيش حد قدر يجي يعبي الفراغ اللي كانت بتحبه او اللي كانت مرتبطة بيه جوه العلاقة دي. فبعد فترة من الوقت بيبتدي يدرك ان هو فعلا خسر البني ادمة دي بالفعل، وهنا بتبتدي بقى بداية الانفعال والتأثير والانغلاق ممكن على نفسه، وممكن يقعد ما يكلمش حد ويدخل في حالة اكتئاب لفترة طويلة. ده الفرق ما بين البنت وما بين الولد. لكن انا اللي انا بشوفه الملخص بتاع الفكرة كلها، انه العلاقة لو كانت حقيقية وجدية من البداية، مفيش حاجة اسمها انه الولد بيتأثر اكتر من البنت او البنت بتتأثر اكتر من الولد. انا رأيي انه الاتنين بيتوجعوا والاتنين بيتألموا، خاصة لو كانت العلاقة دي حقيقية والحب ده كان حقيقي. الوجع بيبقى صعب جدا، لان انت كأنك بتسحبي روح من روح بني ادم انت حبتيه بكل مشاعرك، بكل عواطفك، بكل جوارحك، بكل عيوبه وبكل مميزاته، انت قبلتيه زي ما هو، وكنتي حابة وعايزة تكملي معاه السكة والطريق. لكن لما الظروف بتجبرك انك لازم تفلتي او تبعدي، او هو بعد نتيجة قراره ان هو مش قادر يكمل، فانت مش هتقدري انك انت تلزميه. نعم بتحاولي مرة واتنين وتلاتة انك تتكلمي وتشرحي وتوضحي، لكن بيبقى هو مصر انه خلاص مثلا مش قادر يكمل. حالة الصدمة بتبقى صعبة قوي قوي قوي، وبيبقى الموضوع تقيل جدا على الاتنين لو المشاعر فعلا حقيقية. مفيش حاجة اسمها مين اكتر من مين، لان اللي بيحب بجد مش هيعرف ينسى، ومش هيعرف يطلع من العلاقة نهائي مهما نحاول. والموضوع هياخد منه مش شهر ولا اتنين ولا تلاتة، ده ممكن ياخد سنين انه يحاول ينسى وما يعرفش ينسى. ولو دخل اي علاقة او حتى اتجوز وخلف، هيحاول ان هو ينساها ومش هيعرف ينساها، هتفضل عايشة جواه بكل الحب اللي اداهولها، بكل المشاعر الحقيقية، بكل الذكريات، بكل احساس طلعه من قلبه حقيقي، وهي كمان كذلك. بس البنت يمكن اكتر، لان البنت مش بسهولة انها تحب، ومش بسهولة انها تعبر عن مشاعرها، وكلمة بحبك مش بتقولها لأي حد. هي مش بتبقى ماشية عايزة تحب على نفسها زي الولاد ما بتعمل، لا. البنت لما بتطلع مشاعر بتطلعها بتبقى مشاعر حقيقية، ولما بتحب وبتقول بحبك بيبقى الشعور والإحساس ده حقيقي مليون في المية. عشان كده هي مش من السهل أبدا إنها تدخل أي علاقة كده بشكل سريع، أو ترضى بإنها تملى فراغ جواها، لا. ممكن تقعد سنين
تبكي وتحزن على نفسها علشان تحاول تطلع نفسها من الوجع ده ومن تأثير العلاقة دي عليها، وممكن ما تعرفش. لكن الولد ممكن يتجوز وممكن يرتبط وممكن يدخل في علاقة واتنين وتلاتة، يحاول ينسى او يتناسى وبرضه ما بيعرفش لو كان الحب حقيقي. لكن لو كان مش حقيقي، ولو كان مجرد علاقة عابرة وكان بس بيضيع وقت، هيبقى بالنسبة له الموضوع مش فارق ومش هيتوجع اصلا ومش هياخد وقته. فده الفرق ما بين البنت والولد. لكن الوجع في قلب العلاقة الحقيقية والحب الحقيقي بيفضل مستمر. مهما حاولت انك انت تهرب منه مش هتعرف تهرب منه. هيبقى كأن روح جواك لابساك، انت ما انتش عارف تطلع منها ولا تهرب منها. ربنا ما يكتب على حد الوجع ولا يكتب على حد الفراق، بس اختاروا صح وفكروا صح علشان تقدروا تكملوا مع البني ادم اللي انتوا بتحبوه، صح ولا ايه؟